السلام عليكم أزول إمارات ماسوس مقاعزن. بالأمس وأنا أتجول عبر مواقع التواصل الاجتماعي استوقفني تدخل شاب من شبيبة الحزب التجمع الوطني الأحرار في أحد البرامج التلفزية. التدخل مفاده أنهم لم يغيروا من موقفهم، يعني بعبارة أن الموقف ديالهم إبان الحراك فوقاش خرجوا بين الأغلبية، والخرجات ديالهم إبان الحراك ديال الملأ العامون وبين الأمن العام ديالهم، أنهم قالوا بأن الشباب الحراك يخدمون، يعني اتهمون بخدمة أجندات أجنبية. هو الآن مناوشات أو مناقشة بينه وبين السيد الأمين العام ديال التقدم الاشتراكية اللي قال له حنا خطأ، يعني حنا خطأ هذاك التصريح او داك التوقيع ابان الحراك على ذاك البيان كان خطا منهم، اعترف انه كان خطا. هذه جرأة كتكون عند الانسان اللي كيكون سياسي محنك ولا كتكون عنده الجرأة يدير نقدات، يديروها زعماء كبار، داروها مناضلين كبار. فوقاش كدير النقدات هذه ليس ضعفا، بالعكس هذه رجولة، هذه شهامة. ولكن هو رد عليه قال لي انتم احنا ماشي بحالكم، لم نغير الموقف ديالنا، يعني الموقف ديالهم سافو دير يعني اتهام شباب الحراك باجل خدمه اجندتنا مغيروا. هذا انا يمكن غنعتبره هذا تصريح او تدخل ديال واحد الشاب ماشي ديال الحزب، يعني الحزب لا يفكر بهذه الطريقه يمكن لحد الساعه على ما اظن. باش نفندوا هذا الشيء، باش نحيدوا الغطاء على هذا الشيء، انه الحزب يخرج بتوضيح انه هذاك العضو كيمثل راسو، موقف ديالو فقط ماشي موقف ديال الحزب. علاش علاقه بهذا الموضوع؟ علاش؟ لان حنا وصلنا لواحد المرحله دابا حاليا انه اجمع الكل، اليساري، الاسلامي، المجتمع المدني، الفاعل السياسي، الفاعل المدني داخل الوطن خارج الوطن، انه ملف حراك الريف يجب ان يطوى. صافي، يجب ان يطوى باطلاق صراح. الاستاذ جلول، الزبزافي، احمد جيق وسامي ريغيل ومحمد حاكي وزكريا ضجر. والغريب في الامر انه كان على هذا الشاب انه هو يستغل هذاك المنبر، هذاك البلاطو، باش يحاول يجدد النداء، لان حتى هما شباب بحالك. جدد النداء باطلاق سراح هاد الشباب باش نقويو الجبهه الداخليه ديالنا، لان دابا حنا مقبلين على مشاريع كبرى، ما خصناش حنا مازال الشباب ديالنا يكونوا في السجن. لا، هو اختار هاد البلاطو باش يقول حنا لم نغير الموقف ديالنا. غريب، والله لا غريب. كنت لا اتمنى يكون هذا الموقف، او سورتو هو شاب سيدافع على الشباب. بالتالي حاولت ندير هذا الفيديو باش نشوف واش كاين شي تفاعل معاه من الحزب، باش يبين واش الموقف ديال الحزب هذا مازال هكذا ولا عضو هذا العضو ديال الشباب هو الفكره ديالو، الراي ديالو. مناسبة القول ديال هذا الشيء، انا تواصلوا معايا بزاف ديال الفاعلين السياسيين، وتواصلوا معايا بزاف المناضلين في جميع التوجهات، ويعني بجميع المشارب اكدوا لي انهم حان الاوان على اطلاق سراح المعتقلين ديالنا. وهما كاينين احزاب داروا رسائل، كاينين الناس داروا بلاغ، كل واحد شنو دار. لكن اتفاجأ من هذا الشاب يخرج يعني جاهي يقول حنا ما غيرناش الموقف ديالنا، كأنه دار إنجاز. لا يا أخي، لا. كان عليك أن تدافع عن الشباب وتطلق النداء من عمق البلاطو. وفي الأخير تحياتي للجميع، وفلتعلموا أنكم العائلة والسند، لذلك يعني دائما أتوجه إليكم بفيديوهات أو بتدوينات. شكرا لكم، تحياتي.